اهلا بكم. احمد رمضان هتلر المدير الفني لنادي الزمالك العظيم لكرة اليد بيفتح النار على رئيس نادي الزمالك المعزول السابق مرتضى منصور وعلى عياله الفشلة، وبيقول ان الزمالك بيدار بإدارة فاشلة بكل ما تحمله كلمة من معاني، وبيقول كمان انه هيرحل رسميا عقب انتهاء البطولة العربية سواء اخذها او سواء خسر البطولة. الزمالك بيدار بإدارة فاشلة دي مش محتاجة اقول يا عم هتلر، مش محتاجة اقول على الاطلاق. لما كل اتنين لعيبة بينقذوا بعض في بطولة رسمية لأحد أعرق الأندية في مصر والوطن العربي نادي الزمالك، أحد أعرق الأندية في أفريقيا نادي الزمالك العظيم، له باع وله تاريخ كبير منذ 1911 نادي الزمالك العظيم. تخيل لما كل اتنين لعيبة في بطولة عربية لكرة يد وهتوديك كأس عالم أندية بينقذوا بعض من مطار برج العرب أو من مطار القاهرة ويروحوا على الدمام أو الرياض أو جدة أو الطائف أو التعاون أو أي حتة في السعودية، هم مش عارفين البطولة هتلعب فين وما دفع لهمش أساسا اشتراكات، ما دفعش اشتراكات. إدارة نادي الزمالك ما دفعتش اشتراكات مشاركة في بطولة، إدارة نادي الزمالك ما جهزتش طيارة خاصة لفريق كرة يد رايح يلعب بطولة توصلك كأس عالم. هنروح هناك ويلا أي حد ابن حلال يقول لنا الماتشات هتتلعب فين ويكملنا يا ما كملناش، يا العدد كمل يا العدد ما كملش. عموما جمهور نادي الزمالك العظيم شابوه، تحية شكر وإشادة من الأعماق للناس المحترمة اللي جهزوا أتوبيس للعيبة المحترمة والمجتهدة، جهزوا أتوبيس للأبطال وراحوا وجهزوا لهم اكل كمان، ووصلوا ميعاد الماتش الساعه 1 وصلوا 12 الظهر قبليه بساعه، والزمالك وقتها كسب اول ماتش. باختصار يا عم هتلر انا حابب اقول لك حاجه واوضحها لك عشان ما تتعبش نفسك نفسيا وبدنيا زي ما احنا بنعمل كجمهور نادي الزمالك. احب اقول لك ان مرتضى منصور هيفضلك انت ليه وللقدم ليه وللسله ليه وللطايره ليه؟ هو مش هيفضلك، هو فاضي اصلا من مشاكله وحواراته وقصصه ورواياته، هو مش هيفضى اطلاقا لنادي الزمالك. هو بيسوي حسابات سواء مع حسين لبيب وممدوح عباس، سواء مع حسين لبيب او ممدوح عباس او هاني العتال او غيرهم. مرتضى منصور نفسي اقول له كلمه واحده بس، انا عارف ان الراجل ده في الاول اول ما جه الزمالك كنت بحبه لله في الله وبقول رمز القوه والسيف والدرع لنادي الزمالك وبيجيب حق النادي، ولكن قول لي حق واحد انت جبته لنادي الزمالك من قبل، والله العظيم انت مفاضي من الكلام الفاضي. الزمالك نادي كبير وعريق ومحترم، الزمالك نادي محتاج رئيس نادي محترم، محتاج ان الدولة تتدخل بكوادر جديدة وانتخابات نزيهة لنادي زمالك اسمه زمالك عظيم. مرتضى منصور ايه الميكانيزم يا حبيبي وطريقة التفكير اللي بيخلي واحد في الدنيا كل تفكيره وعقله واحد، في مخ بيجزع وحواراته ومخيخ كل تفكيره انه يبخس من حد او يحط على حد او يكون اجمد من حد، حاجه في منتهى الغرابه. المفترض ان انت بتشوف نفسك اقوى وافضل من اي حد على الاطلاق، المفترض ان انت بتشوف نفسك وقيمتك اعلى بكتير من ان انت تحط حد يكون هدف ليك وان يكون في حد شاغل نفسك. حقيقي لو انت حد شاغل نفسك والله العظيم محتاج تقعد معاه وتسوي امورك بعيدة عننا، الله يرضى عنك. والله العظيم بكل امانه لا اخفي عنكم سرا على الاطلاق، انا احب هذا الرجل المحترم الجميل، مش مرتضى منصور طبعا، انا احب كامل ابو علي رئيس النادي المصري البورسعيدي، احد اعرق الانديه في مصر. المصري البورسعيدي والله العظيم جمهور بورسعيد المحترم وشعب بورسعيد يستحق هذا الرجل المحترم. تقول ازاي افضل رئيس نادي في مصر على الاطلاق؟ لما يحصل عندك مشكله قيد الساعة 1 الظهر 1 وربع بتحلها، والساعة 8 بالليل بتجيب ماهر المحمدي، الله أكبر. بتشتغل يا كامل أبو علي، بتشتغل بكل احترام وبتقعد سنين في منصبك وعمري ما شفتك يوم في الإعلام. بتشتغل وشابوه وتحية شكر، بتدفع فلوس من جيبك حبا وعشقا في النادي، بتشتغل بدون أي ممكن تقعد سنين والله العظيم ما حد بيشوفه ولا حد يعرف شكله حتى. الناس دي هي اللي تستحق الإشادة، بيحصل مشاكل بتحلها بعديها بدقايق، هي الناس دي اللي تستحق الإشادة، مش تقول لي أفضل يوتيوبر وأطلع. إحنا عندنا مشكلة دلوقتي مع أحمد السيد زيزو إنه هيسيب الزمالك وهنرجع لأيام الصفتي وغانم سلطان. مرتضى منصور طلع بيان وقال لك أنا مش همشي أحمد السيد زيزو نهائيا. أنا عايز أقول لك إن بعديها بشوية كان العرض 5 ووصل ل 8 مليون وهيرسى على 10 مليون وزيزو هيمشي ومفيش جنيه هيروح في مكانه على الإطلاق. نتمنى من الدولة وقبليها لازم تعرف ان كامل ابو علي رئيس نادي يحتذى به من كل رؤساء الاندية في مصر، نتمنى من الدولة انها تجري انتخابات نزيهة وبسرعة. كرة القدم المصرية قطبين الاهلي والزمالك، ما ينفعش تمشي بالاهلي بس ولا ينفع تمشي بالزمالك، لازم الاثنين مع بعض.
وزير الرياضة عليه مسؤولية كبيرة، والدولة عليها مسؤولية أكبر، ويقع على عاتقها مسؤولية كبيرة للغاية في حفظ نادي الزمالك وفي حفظ جمهور نادي الزمالك العظيم. عايزين حد محترم وكوادر محترمة وجديدة لنادي الزمالك من أجل تصحيح المسار. نتمنى من الأعماق أن الدولة تسمع لجمهور نادي الزمالك العظيم، نتمنى حفظ جمهور نادي الزمالك العظيم وحفظ الكيان وحفظ النادي اللي تأسس 1911 له باع كبير في أفريقيا، ونتمنى بمشيئة الرحمن تصحيح المسار لنادي الزمالك والزمالكنا العظيم.